السلام عليكم وحياكم الله يا شباب. خلينا نسوي الخبطة رافع مناعة نومي وثوم. هذا ماي حطيته انا شوية بالخلاط، هسه نضربه نخلط لكم نضربه خلط. يعني شباب من زمان ما مسوين ثوم وماي، ثوم وليمون وماي، من زمان ما مسوين هاي الشغلة. شو نسوي هسه؟ احنا حاطين ماي، هاي هي وقشورها، هاي الليمونة، ودني 4 رؤوس ثوم. 4 ثوم، شنو 4 رؤوس يا شباب؟ هذا شو تسوي الدار؟ طبقها شغل الدقمة يا شباب. اعطينا مجال، شنو السالفة؟ ما تشتغل شباب، طفت يا شباب. شلون دقة طلعت هاي الواير منها متحرك هذا. ان شاء الله البلكة تشتغل. لا الشغلة هاي قشور، هو قشور احسن. اول عشان يا شباب بعد بس شوية. الشباب تقريبا صار له بالدقيقة طحن مو طبيعي. شو نسوي؟ خلينا نفكه والدور نصعد لفوق. يا شباب صار عصير هذا ابويا، حتى ريحته طيبة، مو قشور هذا مال نومي وثوم، ريحته صارت تخبل، نوم وثوم وخالط. شو نسوي هسه؟ طبعا العطور عطشانة، بس لا الطيران طبعا العطور كلها عطشانة هسه. من الصبح وخرت انا عنها الماي، طاح صدره بس بعده صار زين. هو من اول يوم من انضرب بعد ما يطير، انتهت سالفته كلش. شو نسوي هسه؟ هذا الماي يا شباب. احنا مو على وش، احنا نريد نونسكم شوي، نغير لكم. خضيتن بالماي لان من الصبح لان غسلتن. شو نسوي؟ ندب هنا، شوفوا شلون صار. سكون جاي يصور شباب. شو نسوي هسه؟ هذا شلون صار، بس ذاك قليل، هذا اكثر من عنده. هذا نحط له الطيور الهواي. شوف ما شلون خابط. هسه النطور مو عطشانة، حط نكت. هاي شو نسوي؟ نوخرها نشمرها هنا، ونجيب هاي الدولكة نحطها هنا. النطور خايفة من عندك. هاي شو نسوي؟ هذا ندني الماي هنا، وهذا نجيبه نحطه هنا على مود الشربة. طبعا هسه النطور عطشانة راح تسحق. شوف هسه ذني شربان، ذني عطشانات. نقعد هنا، يلا شربا بعد روحي شربا. لان شربا خو انتهت السالفة. انا بعدهم لان ما قانعت. عصير هذا ابوي، عصير اشرب. طبعا عطشان غصبا عليه يشرب. ها شباب لازم كل فترة تسوون، بس انا شباب ما سواني. لازم كل فترة انتم تسوون. هسه الطيور كلها غصب عليها راح تشرب، لان شباب الدنيا حارة. هسه راح اغديها الطيور فراح تعطش، واحتمال اطيرها، راح تنزل عطشانة بوجهها للماي. هسه لان كلهن حاليا شربن، لان المخاليف هسه اثنين جاي شربن. خلينا نشربن على راحتهم. هاي الطيرة بعد شباب، هاي الطيرة بعد ما تقف على بيضات. خلينا نطب هنا نراويكم. هذا بعده دايخ بالماي. شنو الماي هذا؟ لونه اصفر
اصفر على لبني. شوف شباب هسه البيضات باردات ما قاف عليهن، هاي صار تقريبا يومين ما يقف عليهن. هذا البيضات حريمات هذا الفحل راح فدوى الله يعوضنا التعويض بيد الله. عندكم هاي الطيرة مثل ما قلت لكم شباب، مثل ما قلت لكم ذاك المقطع كلش مقوصة. هاي بيضة الثانية ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هي تعبانة بعد لان بعد بيها بيض احتمال. شوفوا ذيلها شلون، شوفوا ذيلها شلون تعبان. احتمال اليوم يا باشر تبيض، بس احتمال 100% باشر لان هي اعتقد امس باضتها. الشباب هسه ذني شربا وعلى حسب الاصول. اكو ولد بالتعليقات، اكو ولد بالتعليقات، هو مو ولد واحد، هواي كلش هواي كتبوا بالتعليقات قال انت وين لقيت الكلاوات هذا الفناجس مالاتك؟ شو وين لقيت الكلاوات هاي؟ الشباب وين مالاتها؟ انا الله شاهد ماكو. هاي كمشيتها الصبح، هاي كمشيتها الصبح لقيتها طابة من الفتحة قعدت لها كمشيتها هنا. وهذا الفنجس هذا متأخر عنده، هذا الفحل الراح. ها شباب متأخر عندي الفحل. هاي الطيرة وينها؟ فحل هاي الطيرة متأخر عندي. تقعد والله 3 ماني انا فتحت الباب وصعدت مال المطبخ، صعدت ضاي جاني. شو على ما نزلت امشي لقيته هذا طاب بالمطبخ. سديت الباب انا قبل، سديت الباب وكمشته. تقريبا ظلت فوق النص ساعة، تقريبا نص ساعة يلا كمشته. هو هذا مصف، هذا شوف حتى نافخ روحه ما شنو سالفته، مريض ما ادري. هذا وياه هو. شوف شباب تدرون بيا دنا عاديات، انا اصلا ما جايب عاديات، واجيب سوبر يا سوبر جامبو. هسه دنا عندي سوبر جامبو، عاديات ما اصلا ما اشتري انا عاديات. انتم تقولوا لي مشتريهن. واكو ولد بالتعليقات كتبوا قال سبحان الله يعني اثنيناتهم رزق ذني. شو تسوي هسه حتى ما هي راد له تبديل. هسه جبنا هذا الدخن شباب، هذا الدخن مو عراق اعتقد بلجيكي خشن هذا ونظيف. العراق وسخ ويصير ناعم. شو نسوي؟ نفتح الباب نحط هاي هنا. طبعا اليوم كله على البطيء اليوم شغلنا. شباب ايش عندكم الفاخة الملك الفحل. ها شباب عندكم الفاخة الملك الفحل. اخذها صاحبي مثل ما قلت لكم. بس شباب طلعت مو بس هاي الضربة، طلعت عنده بعد ضربة. وين عنده بعد ضربة؟ هي بجناحه عنده بعد ضربة جوا جناحه يعني بطنه، بس ضربة كلش كبيرة الله شاهد. شو نسوي هسه؟ نفتح هذا الباب للفناجس. الشباب هسه فتحت الباب هذا بالسيم. شو نسوي؟ نطبب لهم هذا جلاس اول شي. نعطيهم اكل. شلون؟ جوعانات طبعا هن قاتلين الجوع. شو نسوي؟ شلون كلن قاموا ياكلن؟ طبعا يوم الصبح خلصنا اكلهن. هسه نحطه هنا انا ما عليه، هذا ما يقلبه هذا بلبل. حاط له انا بروتين هذا انا ودي ياكل. شو نسوي هسه؟ نفتح الماي شباب نبدله لان الماي وسخ. شباب عندنا هاي الفختاية بعد بيضت، بعد مرة بيضت. وينها؟ ما جاي اصورها انا مدري. لا اي هاي ما جاي اشوفها شباب. تدرون الله شاهد كل شي ما جاي اشوف. سدلنا طيورنا. شو نسوي؟ نذب هذا الماي وسخ. نترسه نفرغ نترسه ونحطه هنا. شو نسوي؟ نطير الطيور الشباب. بس ما حط الطيور راح تنزل شنو؟ راح تنزل عطشانة، راح تنزل الطيور عطشانة غصبا عليها عشان تشرب الماء. طبعا الماء لسه بعد خاوي. شباب طبعا هاي رتبت هاي انا عدلت لنا شباب تخربن. شو هسه نحط هاي هنا. طبعا شباب انا بالفصل صار تقريبا صار لي 4 ايام ما طايرهن 3 ايام. كان شباب الفصل يتاخرن الطيور تقريبا. انا اطلع على باب والله حتى من اطيرهن كوين عطلان يتاخرن يرحن يطخن بعد ما ياخذن فوق النص ساعة يلا يردن. طبعا هذا نشان الطيور
ياخذن فوق نص ساعة يلا يردن فيتعبني. فلذلك كان ما جاي افتحن الصبح. وحريمات خلصن يعني يومين كل ما طيرن بالفصل ما ادري شنو سالفته زافت ما ادري. طبعا بعيدة كلش. راح عندنا ذاك المخلف وراح من عندنا هذا مو فقطور هذا الفحل راح. الله كريم الله يعوضنا. هذا مالات جيران. الله كريم والله يعوضنا. تعويض بيد الله. سدنيسة طيورنا وين راحن؟ هسه يردن. ما ادري وين راحن الشباب. الشباب هذول نجن. ذاك الفحل احمر ذاك هم ما تجي منك ما طيرنا كان حاط على البيت ما ادري. هذول هن الطيور. هذاك بركة يجي طيروا لهم حمر. سالفته بعد انتهت هذا. هذول شباب عندكم هذا جوز هذا فرد هذا. ابقوا انا شباب راح تقطع وياكم وارجع. يلا تبدأ نحطن تعال. هاي الفرخة مال جيراننا. يلا حط. خلنا شباب طيورنا حطن. هاي الفرخ مال جيراننا. شوف شباب مع جو بارد. مع جو بارد شوف الطيور شلون جاي تلهث. بس مثل ما قلت لكم شباب هسه الطيور مو عطشانة. راح تنزل وين؟ راح تنزل بوجهها وين راح تنزل؟ تنزل علينا من على الماي والماي احنا حاطين بيه رافع مناعة. فالامور ان شاء الله بصمتها اوكي. هاي التنفسية هاي كلها يقضى عليها. ان شاء الله ما تسوون بعد ماي ودبس. هسه ثاني شوي على ما يرتاحن على مود يشربن ماي. ناخذ لكم نقطة استمتاعية. يا شباب شوفوا الجوع شوفوا الجوع شوفوا الجوع. شوفوا الجوع شوفوا الجوع. والجوع. طبعا انا متعمد ايام ما شبعتن شباب لان انا المخر عنهن الماي ما يصير اشبحن بس اشبحن هاي حوصلتها احد تيبس تحتاج ماي. اعطيهن ماي اعطيهن ريوق هيك ريوق بسيط مال الظهر يرتاحن. شو اسوي؟ حطه هذا هنا مخبوط. هسه مثل ما قلت لكم الدار راح الطيور راح ترتاح تاكل والدار تتوجه من للماء. طبعا هسه انا بعدني بس على ما هذا ظلن بعد تقريبا ظلن للوحدة تقريبا الساعة ب12 ظلن بعد ساعة للوحدة. شو اسوي؟ الدار ابرزن واغديهن على مود الطيور ترتاح الدار جوا بالبرج. يلا توجهن الى الماي. طبعا لحد الان بعد الطيور ميتة من الجوع. الجوع صح على طير وعلاج. هذا صاحبنا البلبل تقريبا شباب صار زين ما ادري شي ما طرديش اثرت عليه جو بارد ما ندري. يلا حبايبي من ناحية الفيديو رمضان كريم ولا تنسونا باللايك والاشتراك.